السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف أمير. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة تاع ميني بيتزا من أروع الوصفات اللي ممكن أنكم تحضروها وتحتفظوا بها لشهر رمضان المبارك. كما تعرفوا راه على الأبواب، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. إذا هذه البيتزا راح تكون بعجينة قطنية من أروع ما يكون، بزاف بنينة وخفيفة كما راكم تشاهدوا. وأيضا راح نحضروا صلصة الطماطم من أروع ما يكون. والبيتزا أيضا ما فيها يعني والو، مكونات بسيطة تقدروا كامل تحضروها وتعطيكم نتيجة بزاف هايلة، والأهم راح تعطيكم كمية بزاف كبيرة. إذا نتمنى أنكم تشاهدوا هذه الوصفة حتى الأخير وتجربوها لما لا. وأيضا إذا عجبتكم ما تنساوش الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتزوروني على صفحتي في الانستغرام اللي هي شيف أمير. راني نحط لكم تاني تما بزاف وصفات. إذا كما راكم تشوفوا الحاجة الأولى راح نبداو بصلصة الطماطم. نجيبوا هنا كاسرونة ولا مقلاة اللي تكون هكذا شوية غامقة، نحطوا فيها كمية تاع زيت نباتي ونقلوا حبة تاع بصل متوسطة. بعد ما يتقلل البصل تاعنا راح نجيبو هنا الطماطم. عندي 4 حبات طماطم، كنت يعني هكذا قطعتهم الى قطع صغيره. نضيف عليهم ايضا ربع فصوص تاع ثوم، ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، ملح، فلفل اسود، فلفل حمراء، ونضيفوا ايضا زعتره وزوج رقات تاع رند. وما تنساوش تضيفوا ايضا حوالي ملعقه كبيره تاع سكر، يعني هكذا باش تنحي لكم الحموضه تاع الطماطم. كما راكم تشوفوا هذه الصلصه راح نخلوها تتقلى على نار هادئه. وكما راكم تشوفوا يعني قطعت كامل المكونات صغار، لانه هذه الصلصه ما راح نرحيها، يعني راح نخليها هكذا قطع تاع طماطم يجوا باينين وتجي بزاف بنينه وهايله. في الاخير راح نضيفوا حوالي ربع كاس تاع ماء ونكملوا نخلطوا هذه المكونات ونخلوهم يطيبوا حتى تتجمر معنا هذه الصلصه ونتحصلوا على صلصه من اروع ما يكون. اذا بعد مرور الوقت اللازم صلصه الطماطم راهي واجده، نتحصلوا على هذه النتيجه. دروك راح نخلوها على جهه تبرد تماما ونمروا مع بعض نحضروا العجين. بالنسبة للعجينة تاع الميني بيتزا اللي تقدروا انكم ايضا تحضروا بها البيتزا، يعني عجينة من اروع ما يكون. اول حاجة راح نجيبوا قصعة ولا اناء، نحطوا ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، ونضيفوا ملعقة كبيرة تاع السكر. نضيف عليهم كاس تاع حليب اللي يكون دافي، سعة الكاس 220 ملل، ونخلطوا هذه المكونات جيدا كما راكم تشاهدوا. اذا راح نخلطوا هاد المكونات كيما راكم تشوفوا. من بعد هنا راح نجيب زوج بايات تاع البيض، والصفار راح نخليه في جهه ونحتفظوا به باش نطهنوا به البيتزا تاعنا. راح نضيفوا هنا الزيت، عندي 4 ملاعق كبيره تاع زيت. ونضيفوا الفرينه ولا الدقيق الابيض، عندي هنا 6 كؤوس تاع فرينه، لكن راح نضيفها تدريجيا يعني غير شويه بشويه، لانه كل فرينه وشحال تشرب الكميه تاع السوائل. وراح نضيفوا ايضا هنا الملح، عندي ملعقه صغيره تاع ملح، ونعجن هاد العجينه مليح. تقدروا في هذه المرحله تضيفوا ملعقه كبيره تاع خل. كما تعرفوا يعني الخل راه يعتبر محسن للعجين، يعطيكم ايضا نتيجه بزاف هايله للعجينه تاعكم. اذا كما قلت لكم راح نبقاو نضيفوا الفرينه شويه بشويه ونلموا العجينه تاعنا. هنايا ما لازمش تحصلوا على العجينه اللي تكون قاصحه بزاف، وما ايضا ما تكونش يعني طريه بزاف، يعني ما تكونش تلاصق في اليد بزاف. راح تحصلوا على هذا القوام كما راكم تشوفوا. دروك نروحوا مباشره نحطوها في سطح العمل ونعجنوها لمده دقيقتين، يعني هذه العجينه تحب انكم تعجنوها باش تعطيكم نتيجه هايله في الاخير. اذا نكمل نعجن العجينه حتى نتحصلوا على هذا القوام كما راكم تشوفوا. العجينه تاعنا تكون خفيفه ما تكونش قاصحه بزاف. نحطوها هنا في القصعه ونغطوها بابي فيلم، ونزيدو نغطوها بطرشونه ونخلوها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. اذا بعد مرور الوقت اللازم العجينه تاعنا راهي خمرت كيما راكم تشوفوا، الحجم تاعها راه تضاعف. راح ننزعوا هذاك البابي فيلم ونحاولوا كيفاش نديغازوها. وراح تشوفوا هنا يعني الدليل على نجاح العجينه، يعني تشكل لكم هذه الفقاعات كيما راكم تشوفوا. وهكذا يعني تعرفوا باللي العجينه تاعكم راهي ناجحه 100%، وراح تعطيكم نتيجه بزاف هايله، تجيكم طريه وخفيفه من اروع ما يكون. إذا نروحو مباشرة نقسموها إلى قسمين، ومن بعد رايحين هذوك القسمين يعني نقسموهم إلى كريات صغار. وزن الكرية حوالي 60 غرام ولا 50 غرام. تقدروا نتوما تتحكموا يعني في الحجم تاع الميني بيتزا تاعكم كيما نتوما تحبوا. كما تقدروا أنكم تقسموها يعني وديروها بيتزات كبار، راح تجيكم أيضا نتيجة بزاف هايلة. إذا بعد ما كنت شكلت الكريات كيما راكم تشوفوا راح نغطيهم بطرشون ونمروا مباشرة نبداو نخدموا في البيتزا تاعنا. إذا نمروا مباشرة نفتحوا العجينة تاعنا على شكل دائري، يعني هنا راح ندير ميني بيتزا. تقدروا أنكم ديروا يعني بيتزا كبيرة، تقدروا أنكم ديروا بيتزا على شكل مستطيل ولا على شكل قلب، يعني كيما تحبوا نتوما. المهم العجينة راهي يعني راهي واجدة، تقدروا أنكم تشكلوا بها الشكل اللي نتوما تحبوه. اليوم إن شاء الله راح نديروا ميني بيتزا، يعني يكون الحجم تاعهم شوية كبير. فكيما راكم تشوفوا نفتح العجينة تاعي على شكل دائري، ومن بعد راح نجيب هنايا لابوش اللي كنت درت فيها جبن أبيض، يعني هذاك اللي يتباع بالميزان، ولا تقدروا انكم ديروا ايضا جبن مثلثات.
ومن بعد راح نبوشي يعني هذاك الفرماج في الأطراف تاع الميني بيتزا تاعي. إذا ندير هذاك الفرماج يعني هكذا صاير داير في الحواف تاع العجينة تاعنا، ومن بعد راح نغلقوا هذوك الحواف بهذه الطريقة كيما راكم تشاهدوا. وحاولوا أنكم يعني في هذه المرحلة تغلقوهم مليح هكذا باش الفرماج تاعكم ما يخرج لكمش من الأطراف بعد ما طيب البيتزا تاعكم. إذا كما شفتوا طريقة سهلة جدا، تقدروا مثلا ما ديروش الفرماج يعني تحلوها فقط على شكل دائري، وديروا مباشرة صلصة الطماطم تاعكم كما تحبوا نتوما. إذا راح نكمل كامل الكمية بنفس الطريقة، يعني نفتحوا العجينة تاعنا على شكل دائري، نديروا هذاك الفرماج يعني هكذا داير صاير في الجوانب، ومن بعد نغلقوا عليه. وكما راكم تشوفوا يعني طريقة سهلة، وصدقوني يعني من ديروا الفرماج راح تجيكم بزاف هايلة. هذوك لي بوردور يجوكم معمرين بالفرماج وتجيكم بزاف بنينة. إذا بعد ما كملت كامل الكميات حصلت على زوج تاع الصينيات كيما هادو، والصينية الثالثة يعني فيها 4 حبات فقط. كيما شفتوا يعني كمية كبيرة لاباس بها. دروك واش راح ندير، راح نجيب هذاك الصفار البيض نضيف له ملعقة كبيرة تاع حليب، نخلطه مليح وندهن به الأطراف تاع الميني بيتزا كيما راكم تشاهدوا. إذا بعد ما نكملو ندهنو كامل الميني بيتزا تاعنا بالبيض، راح نجيبو هنايا صلصة الطماطم اللي كنا حضرناها مع بعض. تقدروا يعني في الصوص طوماط هذه ديروا علبة تاع طون بذوق الطماطم، وتحطوه يعني هكذا في الوسط تاع الميني بيتزا، يعطيكم بنة بزاف هايلة. بالنسبة ليا راح ندير يعني هكذا الطماطم اللي كنا حضرناها هذه الصلصة، نوزعها مليح في الميني بيتزا. وفي الأخير كاع يعني بعد ما طيب البيتزا تاعي راح ندير فيها الطون. يعني الطون دائما خلوه هكذا في الأخير باش ما ينشفش معاكم وما يعطيكمش هذاك الذوق اللي ماشي بنين. راح نضيفو هنايا القطعة تاع الزيتون الأخضر، يعني تقدروا أنكم تحشوا الميني بيتزا تاعكم كيما نتوما تحبوا. أنا درت زيتون أخضر، درت أيضا مايس يعني يضيف لنا بنة بزاف حلوة للميني بيتزا. تقدروا ديروا مثلا شامبينيون اللي هو الفطر، ويعني كيما تحبوا نتوما. هنا راح ندير الفرماج، تقدروا انكم ديروا الكامونبير ايضا، ولا الفيونداشي ولا الدجاج مثلا. وندير ايضا حبيبات هكذا تاع الزيتون، ونرش يعني شويه تاع ساندويتش هكذا في الاطراف. وندخلوا البيتزا تاعنا طيب في الفرن اللي يكون مسخن على اعلى درجه. يعني مثلا اذا كان الفرن تاعكم على درجه فيه 250، دخلوهم يطيبوا على 250، راح يطيبوا معكم بالخوف ويجوكم من اروع ما يكون. وهذه هي الميني بيتزا تاعنا بعد ما طابت كيما راكم تشوفوا، يعني الشكل تاعها راهي شهي. راح نضيفوا لها هنا المكونات الباقيين. عندي هنا الطون بالزيت، يعني كنت صفيته من هذاك الزيت وراح نضيف الطون فقط. وعندي ايضا كميه تاع جبن، انا راح نستعمل جبن شيدار. اختاروا دائما الجبن تاعكم يكون نوعيه جيده باش البيتزا تاعكم تجيكم بنينه. راح ندير هنا ايضا الجبن، ومن بعد راح نعاود ندخل يعني هاد الميني بيتزا في الفرن، يعني الوقت اللي يذوب هذاك الجبن ويتيغراتينا شويه ونخرجهم. إذا كيما راكم تشوفوا الميني بيتزا تاعنا راهم واجدين، يعني الشكل تاعهم بزاف هايل، راهم يشهوا. يعني أنا راني ندير في المونتاج وجعت. المهم في الأخير تقدروا أنكم ديروا إضافة، يعني تدهنوهم هكذا بشوية تاع زيت زيتون، وكيما تقدروا أنكم تخلوهم كيما راهم. يعني زيت زيتون راح يضيف لكم أيضا بدنة للميني بيتزا تاعكم. وكيما قلت لكم تقدروا بنفس الطريقة ديروا بيتزا كبيرة راح تجيكم بزاف هايلة. إذا كانت هذه الوصفة نهار اليوم إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. إذا عجبتكم ما تنساوش الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس هكذا باش دائما تتوصلوا بجديد الوصفات. وما تنساوش انكم تجربوا هذه الوصفه، واذا جربتوها شاركوا معي تطبيقاتكم. راني اكتيف بزاف في الانستغرام، يعني نشوف كامل تعليقاتكم، ونشوف ايضا الطاق اللي تحطوه في الستوري تاعكم. فما تنساوش انكم تجربوها وتشاركوا معي تطبيقاتكم. اذا كيما راكم تشوفوا معايا البيتزا تاعنا جات بزاف هايله وطريه، يعني عجينه من اروع ما يكون. فنتمنى انكم يعني تجربوا هذه الوصفه، ونتمنى انه تكون نالت اعجابكم. نلتقي ان شاء الله في وصفات لاحقه بزاف هايلين. ما تنساوش انكم دائما تكونوا اوفياء للقناه. مع السلامه.